ثانية واحدة بس كده، ما تقلبوش الفيديو ده، تعالوا هنا. الريحة اللي وصلتكم دي فعلا دي مش خيال، دي كبدة وكلاوي بتتحمر في طاسة سخنة وبتقول لكم يا جدعان مين جعان. النهاردة عاملين سندوتشات كبدة وكلاوي فينو أحلى من عربيات وسط البلد، ومن غير زحمة ومن غير ما تدفعوا كتير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا نشوف الجمال ده كله اتعمل ازاي. الاول انا عندي نص كيلو هنا من الكبده البلدي المتقطعه، نسيت اوريكم بقطعها ازاي، بس انتوا سهله هتقشروها وتقطعوها الحجم اللي يناسبكم. عندي ربع كيلو من الكلاوي، وتقدروا طبعا تقطعوها التقطيعه اللي تناسبكم، انا سبتها سليمه علشان اوريكم ازاي بقطع. عندي معلقتين كبار من الخل، ومعلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من الكمون، ومعلقه صغيره من الكزبره، ونص معلقه صغيره من الفلفل. عندي معلقه كبيره من الثوم المبشور او طحنينه كويس قوي، حطيتهم نزلت عليهم التوابل بتاعتي ومعلقتين كبار الخل، دوبتهم كويس قوي، وهسيبهم بقى مع بعض كده لحد ما تقطعوا الكبده والكلاوي بتاعتكم، يعني سيبوهم مع بعض حوالي 5 6 دقايق بس علشان ياخدوا كده من طعم بعض. الكلاوي علشان تطلع معاكم مستويه قطعوها بالعرض، يعني انا بمسكها كده على عرضها، بصوا ازاي، واخدين بالكم الفكره. قطعتها بقى كده مكعبات زي ما انتم شايفينها. طبعا الكلاوي بيبقى فيها دهنه بتبقى حلوه قوي. في طاسه بقى سخنه كده حطيت فيها شويه من الزيت مع حته زبده، يا دوب سخنه، نزلت بقى الكلاوي بتاعتنا بالدهن بتاعها زي ما هي، ما تقلقوش مش هتبقى دسمه ولا اي حاجه. دهون الكلاوي بتبقى خفيفه شويه وما بتبقاش تقيله. اتشوحت بقى كده معايا تشويحه حلوه من غير ما تنشف ولا اي حاجه، احنا الكلام ده كله بيحصل على نار عاليه علشان ما تلحقش تنزل ميتها وتنشف. اول ما اتشوحت نزلت تقريبا كده نص كميه الدقه اللي احنا عملناها، اديتها تقليبه بسيطه ونزلت عليها الكبده، واتفرجوا على جمال الريحه. عايزه اقول لكم حاجه وهميه. ما تنسوش بقى لو وصلتوا لحد هنا تعملوا لايك وشير للفيديوز، وهستنى كومنت لطيف زيكم. بعد ما نزلت الكبده بتاعتي استنيتها بقى تاخد لون، يعني ما تقلبوهاش على طول علشان ما تطرش منكم وتنزل ميه. هنشوحها تشويحتين بقى كويسين كده، اول ما لونها كلها تبدا تغير وتكون خدت اللون الواحد علشان على طول ما تنشفش مننا، هننزل عليها بالفلفل المتقطع. انا هنا مستعمله ربع كيلو من الفلفل المتقطع، تقدروا طبعا تزودوا او تقللوا على حسب الكميه، يعني مفتوحه. انا بحب اكون يعني نص كميه الكبده نصها فلفل علشان تطلع معايا مظبوطه وحلوه. شوحتهم كده مع بعض، وبعدين في الاخر بقى قبل ما اقفل النار نزلت عليهم نص كميه الدقه الباقيين، وعايزه اقول لكم ان ريحتها كانت خطيره. طلعت كده دايبه وطريه بقى، مش ناشفه ولا اي حاجه، لان احنا اصلا ما استناناش عليها تنجف. الكلام ده كله بيبقى على نار عاليه، وهي اصلا بتتشوح في دقايق. حطوا بقى كده شويه طحينه في قلب السندوتش بتاعكم. سلطه الطحينه علشان تعملوها بالطريقه اللي تناسبكم، ولكن هي تبقى خفيفه شويه مع سندوتشات الكبده علشان تبقى معاكم حلو. حطوا بقى الكبده والكلاوي، عايزه اقول لكم خطيره. استنى بقى تجربوا الوصفه وتعملوا لايك وشير كتير قوي للفيديوز، واستنى تعليقاتكم الجميله تحت. اصحى هنا.